بقول لك ايه، في واحد من بدر واقف هناك كده بيسأل عليك. فين هو؟ هناك اهو. هو رايح فين؟ ايه اللي جايبك هنا؟ ما ينفعش تجي لي هنا، 100 مرة انبه عليك. تعال نتكلم هنا. جرى يا ولد ابوي، مالك كده؟ جايبنا على وشك يا اخي. انا صدقت ما لقيت العنوان بتاعك. فين؟ خير يا هيثم، انت مجنون. انا نبهت عليك 100,000 مرة ما تجيليش في مكان شغلي. كل مكان حسب الوضع بتاعه. وبعدين ايه اللي جاي لي بيدي؟ انت مجنون. هنا في اجانب وفي ناس عالي، ناس فوق. اوعى تجيلي تاني، اوعى. ابا يا ولد ابوي، بردك ده انا لسه نازل اجازه من الجيش وقلت اجي ازورك. ومستعار مني؟ ايه يا ولد ابوي، خير؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ فين صلة الرحم يا اخي؟ صلة الرحم دي يا ولد ابوي هناك في البلد، مش هنا. هنا الوضع مختلف. وبعدين اسمع اللي انا بقول لك عليه، اوعى تجيني تاني في مكان شغلي، تمام؟ انا دلوقتي خدتك بعيد عن الناس، بس لو جيت لي تاني قسما بالله هعمل معاك اللي عمرك ما تتخيله. تعمل اكتر من كده؟ ايه تاني؟ انت مستحيل تكون اخوي. انا اخوك فاكرني ولا الفلوس نستك؟ كلام ايه ده يا ولد ابوي؟ بردك ده بدل ما تاخدني في حضنك وترحب بي، هو ده استقبالك يا ولد ابوي؟ صحيح في ناس كتير في البلد قالت لي اخوك له فلوس نصت اصله. كلامي انا مش متوقع منك الكلام ده. لا توقع وتتوقع اي حاجه، عشان بالعربي دلوقتي كل حاجه بقت الفلوس. وباختصار كده يا ولد ابوي، الدقيقتين 3 اللي انا قاعد اتكلم معاك فيهم دولي انت كده ممكن تخسرني كتير، ودي حاجه لازم تكون حاططها في دماغك. شوف انت رايح فين، ولو جاي عاوز لك قرشين هبعت لك واحد من الناس اللي شغاله معاي ادهم لك. وزي ما قلت لك اوعى تجيلي تاني هنا، فاهم؟ هي كمل يا ولد ابوي، كمل. هات اللي جواك كمان، هات اللي جواك. الظاهر كده الفلوس عمت عينيك يا اخي، منعون اول الفلوس اللي تعمل بين اخواتك ده يا اخي. خلاص الفلوس عمت عينيك، لو كمان عمتها بالقوي. وانا غلطان اني جيت لك هنا. فكرش زمان يا ما كنت اوقف معاك في كل حاجه، كل ده نسيته. وفلوسك وفرها لنفسك، مش عايز منك حاجه. انت مجنون، ما يلزمنيش منك قرش. فلوسك تحرم علي، وانا جيت عشان اشوفك من بعيد حتى تعمل معاي ده. مشكور يا ولد ابوي، مشكور يا ولد ابوي، مشكور. نزف الجرح ما لاقي طبيب، مشكور. قلم الأطباء شطاب يا خالي، وانا الضربة جاتني من القريب، ويفرحوا فيا عزالي. انا الضربة جاتني من الليل، كنت عليهم مهانوا علي، والضربة جاتني من الليل. نزف الجرح ما لاقي طبيب، قلم الأطباء شطاب يا خالي. أيوة فعلا قلم الأطباء شطب يا خالد. وزي ما شفتوا أخ بيستعار من أخوه عشان فكره النعفة منه، عشان الفلوس جريت في إيده، نسي أخوه ونسي أصله ونسي ناسه، لو كمان كسر بخاطره. يا أخي يحرق أبو الفلوس اللي تعمل في الناس كده. الفلوس بتروح، اللي بيفضل لك أخوك اللي من لحمك ودمك، أخوك اللي انت أول ما اتولدت لقيته في وشك، وقف معاك في الحلو والوحش. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم والفكرة من أرض الواقع.
وبلاش تقول لي ان مفيش عندنا كده، لا بيحصل وفي ارض الواقع. وانتظروا الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الضربة جاتني من الليل وانت عليهم مهانوا علي، والضربة جاتني